السلطات على قد الايد. قبل ما هنبدأ الفيديو هنصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هنبدأ النهاردة فيديو جديد، هنعمل معاكم عصير الفراولة، وهنتكلم شوية معلومات كده بسيطة عن الفراولة وعن الفوائد بتاعتها وعن كل حاجة فيها. احنا هنعمل عصير اللي هو الراني اللي بيشترى من بره. طبعا العصير اللي بيشترى من بره بيبقى كله محصنات، بيبقى كله محطوط فيه مواد حافظة، وبيبقى محطوط له محصنات طعم، وبيبقى محطوط له حاجات كتير، فاحنا الغني عنه. احنا هنقطع بات الفراولة بتاعتنا، واحنا بنقطعها كده هنتكلم عن الفراولة. الفراولة حلوة جدا وفيها حديد. يعني ناس كتير ما تعرفش ناس كتير تقولك ده الفراولة أملاح. الفراولة مش أملاح. الفراولة زي ما هي أملاح كترها أملاح، بس فيها حديد، يعني فيها بتساعد الجهاز الهضمي اللي هو يمتص الحديد. يعني هي فيها حديد وبتساعد الجهاز الهضمي اللي هو يمتص، وهي مكملات غذائية. الفراولة لذيذة جدا، يعني حلوة مش وحشة، هي فيها دقة مزازة بس بتبقى كويسة. وفيها فيتامين جي اللي بيساعد على امتصاص الحديد للجسم. يعني هي فيها فيتامين جي اللي بيخلي الجسم يمتص الحديد. وفيها بقى بتزود قوة الجهاز المناعي، وبتدعم الجهاز الهضمي، وبتساعد على وبتساعد على المساهمة في أمراض السرطان والتصلب بتاع الشرايين، وتنظيم السكر في الدم. يعني الفراولة لها فوائد عديدة وحلوة، بس أهم حاجة ما تكترش منها. يعني هي مصدر رئيسي لمضادات الأكسدة، و... وبتعمل أتاني، اللهم ذكرني يا رب. يعني حلوة، يعني انت اما تاكليها كده بحالها، في ناس بتحبها كده بحالها واحنا بناكلها كده. بس احنا هنعمل بقى عصير الراني. الفراولة لازم تتغسل غسيل كويس علشان بيبقى فيها رمل. احنا بقى هنقطعها كده. انا هعمل يعني الراني بيبقى جاي فيه حبيبات او قطع، فانا خدت كام فراولايه كده جامده وقطعتهم بالشكل ده صغنون كده خالص. عاوزه تحليها بالسكر، حليها. عندك عسل، حليها بالعسل. عندك ايه تاني؟ يا سلام، كمان علشان نزود فايدتها، لو كان عندي حته بنجر كنت حطيت مع الفراوله كمان حته بنجر. بتديلك برضو، بتديلها لون حلو. ومنها كمان البنجر مفيد. فاحنا لو حطيناه البنجر، لو اولادك ما باكلوش البنجر وحطيتي البنجر في عصير الفراولة، مش هيبان. والقيمة الغذائية بتاعت الفراولة هتزيد كمان. يا رب كده الفيديوهات اللي احنا بنعملها تكون بتنال اعجابكم، ويكون احنا دايما كده عند حسن ظنكم، علشان نعمل لكم حاجات احسن واحسن، وان شاء الله هنبقى في تقدم طول ما انتم موجودين معانا. احنا هنقطعت الفراولة بتاعتي اهيت، هحطها في الخلاط، ومش هكتر لها ميه علشان عاوزاها تبقى تقيله زي الراني. يعني هحط لها كوبايه ونص ميه، وهضربها في الخلاط، وهرجع لكم علشان صوت الخلاط والازعاج بتاع صوت الخلاط. ضربنا العصير بتاعنا، ضربنا عصير الفراوله بتاعنا اهو، ما كترتش فيه ميه زي ما قلت لكم. هنجيب بقى في الكاسات، هتحط بقى كده قطع الفراوله، يبقى طعمها جميل، ما تكتريش فيه سكر، يبقى طعمه حلو اهو. هنحط كده قطع الفراولة بتاعتنا، وهنفضي بقى العصير بتاعنا. فضينا العصير بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين. هنزوقه بقى، عندك كريمة زوقيه بكريمة، ما عندكيش يعني حباية فراولة كده هتحطها في الكاس من بره كده تديلها منظر. ادي عصير الفراولة بتاعنا. الفراولة جميلة، اعملي لأولادك العصير في البيت، ما تخليهمش يطلعوا يشتروا راني ويشتروا العصائر اللي بره. الحاجات اما بيكون معمولة في البيت بتبقى نظيفة وبتبقى حلوة، وهتحطي فيها القيمة الغذائية اللي انت عاوزاها. لو حليتها بعسل بيبقى جميل كمان. هوريلكم بقى منظر الكاس ومنظر القطع وهي في الكوباية،
يا رب كده الفيديوهات تكون بتنال اعجابكم. ثواني. منظر الكوبايات عن قرب اهيت اهو، منظرها جميل واولادك هيحبوا الحاجات ديت. والقطع، شوفوا القطع بتاعت الفراولة في قلبها هي زي راني. ده كمان اما بتقعد شوية في التلاجة بيبقى طعمه زي راني بالظبط. شوفوا، اعملي الحاجات موجودة. والفراولة فيها قيمة غذائية حلوة. اللي بيضحك عليك ويقول لك املاح، لا الفراولة مش املاح ولا حاجة، الفراولة زي قطرها بيعمل املاح. فانت تعملي الحاجة موجودة في البيت هتبقى جميلة وتبقى حلوة ونظيفة وانت عارفة انت عاملاها ازاي. يا رب يكون الفيديوهات اللي احنا بنعملها بتنال اعجابكم، ويكون احنا دايما عند حسن ظنكم. ويا ريت اللي لسه ما اشتركش عندنا يعمل اشتراك، واللي لسه ما حطش لايك يجري بسرعة كده ويحط لنا لايك علشان يشجعنا. اللايك هو اللي بيرفع لنا الفيديو. وكلمة تانية عاوزة اقولها لكم قبل ما ننهي الفيديو. اللي بيقول لك اللي اكتر الناس اللي بتشجعك هي اللي بتحب لك الخير. سيبك من الناس اللي هي بتديلك احباط، اللي تقول لك لا مش هتشتغلي، لا مش هتنفعي، لا مش هتعملي. كتر الكلام ده بيديلك احباط. فانتي ما تبصيش الا للحاجه الايجابيه، اوعي تبصي للحاجات السلبيه. خدي كلام الناس وارميه ورا ظهرك. خليكي انتي في تقدم، وخليكي انتي في بدل انتي ما بتعمليش حاجه غلط وماشيه صح، فما تسمعيش كلام حد. دول كلمتين كانوا عندي. يا رب يكون النصيحة وصلت لكم ويكون انتوا عرفتوا فوائد الفراولة. أسيبكم كده في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.